تقسيط لحد 12 سنة، ودي يعني فارق كبير جدا. اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات المراجعة العقارية. مش كل كومباوند كبير يبقى فرصة، ومش كل مشروع شكله فخم يبقى استثمار ناجح. النهاردة هنتكلم عن مشروع ناس كتير بتسمع عنه وناس كتير عندها تحفظات عليه، بس قليل اللي فهمه صح. مشروع سراي من شركة مدينة مصر. مين هو صاحب المشروع؟ مين الرئيس التنفيذي؟ وهل التنفيذ فعلا قوي ولا لأ؟ ايه اللي اتسلم فعلا؟ وليه ناس حابة الشراء هناك بشدة وناس تانية عندها تحفظات؟ ده فيديو مش دعائي، ده تحليل شامل وحقيقي لمشروع سراي. لكن قبل ما نبتدي عن مشروع سراي خلينا اقول لكم ان احنا سايبين لكم ليد فورم في ديسكريبشن الفيديو لو انتوا عايزين تتواصلوا عشان تعرفوا اكتر عن المشروع ده او اي مشروعات اخرى من حلقات بودكاست عقاري، وتتواصلوا مع اي ضيف فور فري ومجانا. سيب بس بياناتك وحد من فريق المبيعات هيكلمك خلال 24 ساعة و48 ساعة عشان تعرفوا اكتر عن المشروعات الخاصة بالقناة كلها او عن مشروع لوحده تحديدا. نبدأ بمشروع سراي، وهو مين صاحب الشركة؟ مين شركة مدينة مصر؟ وهي كان اسمها مدينة نصر قبل كده، وبعد كده بقى اسمها مدينة مصر. فالرئيس التنفيذي طبعا او السي او الحالي هو عبد الله سلام، وهو تولى سنة 2021 واعلن ان في 2024 او 2025 طبعا الشركة عندها محفظة اراضي ضخمة جدا او لاند بانك بقيمة 12.7 مليون متر مربع، يعني حاجة تديها ثقل واستمرار واستقرار في السوق. أول حاجة قصة شركة مدينة مصر. شركة مدينة مصر اتأسست 1959 وكان اسمها زمان مدينة نصر للإسكان والتعمير. الشركة اللي ورا إنشاء حي مدينة نصر بالكامل. طبعا شركة تقيلة جدا ومهم إن احنا نتكلم عليها، واحدة من أكبر أحياء القاهرة وأكثرها قيمة لحد النهاردة. معروف طبعا يعني إيه مدينة نصر. الشركة حرفيا شاركت في رسم خريطة القاهرة الحديثة بداية من مدينة نصر. أول مشروعاتها كانت تطوير شركة مدينة نصر في صحراء، من صحراء لمنطقة سكنية متكاملة، يعني شوارع ومدارس وأندية وعمارات. كل لما تنزل في مدينة نصر افتكر إن في شركة أسستها وشاركت في تأسيسها، هي شركة مدينة مصر، الشركة الحالية باسمها الجديد دلوقتي. طبعا مع الوقت الشركة كبرت وسلمت آلاف الوحدات وشغالة بمنهج إن هي مش بتبني كومباوند وبتختفي، لا هي بتطور وبتبني مدن حقيقية متكاملة ومستمرة. طبعا أهم مشاريع شركة مدينة مصر الحديثة هي تاك سيتي في القاهرة الجديدة وسراي على طريق السويس. وطبعا لو هنخش على مشروع سراي هنخش على قلب الحكاية. أولا سراي مش مجرد كومباوند، ده مشروع ضخم يعني مقام على أكتر من 5.5 مليون متر مربع على طريق السويس مباشرة بين القاهرة الجديدة وبين العاصمة الإدارية، يعني تقريبا 10 دقايق من التجمع ودقايق من الطريق الدائري. موقع عبقري بين كل محاور الحركة الرئيسية. ميزة بقى هنا في المشروع انه مشروع مش على الورق، في تسليم فوري، ودي ميزة مهمة جدا انك تخش تشتري او تدفع مقدم وتستلم فوري. دي حاجة مهمة جدا للناس اللي بتحب تأجر عقاراتها او عايزة تسكن او عايزة تتجوز. طبعا المشروع ده مهم جدا للفئة دي. في سكان عايشين جوه المشروع بالفعل، والخدمات شغالة، والكومباوند اتبنى منه مراحل واتسكن. طبعا مفيش وعود، في واقع. تقدر تنزل المشروع بنفسك، تخش البوابات، تنزل بعربيتك تتفرج على الشقة غالبا اللي ممكن رايح تشتريها، تقدر كمان تخشها وتبص عليها. الفكره دي عامه او فكره التسليم الفوري كانت موجوده او ما زالت موجوده في مشاريع الدوله اللي هي بالتمويل العقاري، لكن نادرا ما بنلاقيها في شركه خاصه بتعمل مشروع وتقدر انت تستلمه وتقدر انت تتفرج عليه وتختار الوحده حقيقه، مش تخش تشوف ورق او ماستر بلان ويقول لك المشروع بتاعك او سوري يقول لك الشقه بتاعتك او الفيلا بتاعتك في المكان الفلاني بعد 4 سنين او 5 سنين. لكن دي انت تقدر تتفرج على الوحده بتاعتك. سراي معمول بفكره زي مدينه اوروبيه متكامله، مساحات خضراء ضخمه، بحيرات ولاندسكيب، شكل حلو. اهم ما في الموضوع ان المشروع يبقى شكله كمان حلو عشان يبقى مناسب لناس كتير ومريح نفسيا. ليه ممشى طويل، ليه مدارس، ليه مناطق تجاريه. تقريبا انت مش بتحتاج تطلع بره الكومباوند. في طبعا نوادي، مناطق ترفيه، في مسارات للرياضه والدراجات. 40% منه مباني والباقي خدمات او ناتشر او خدمات ومساحات خضراء. خلونا نتكلم دلوقتي على الكلاب فيوز، ودي من اكتر المراحل المميزه في سراي، طبعا عشان بتبقى ملاصقه مباشره لمنطقه النادي الرياضي الرئيسي داخل الكومباوند. اغلب الوحدات ليها اطلالات مفتوحه على مساحات خضراء، مناسب للسكن العائلي طبعا من الدرجه الاولى، وطلب عالي جدا والديماند بتاعه عالي جدا في الفتره الاخيره للناس العائلات او اللي عايشين بره مصر، وحتى كمان الناس اللي جوه مصر، نسبه الى ان التسليم فوري. في جوه تسليم فوري، دي حاجه مهمه جدا للي عايز الحته دي. لو احنا نتكلم عن ودي مرحله معموله لفئه بتحب الخصوصيه والهدوء، وعدد الوحدات فيها تقريبا
اقل نسبيا من باقي المراحل. اولا العمارات قليله في الارتفاع، كثافه سكانيه قليله جدا، تخطيط داخلي فخم، وده بيدي خصوصيه وبيدي فرايتي للناس اللي بتحب الجزء ده من الهدوء. طبعا ممتازه للاقامه الهاديه او الاستثمار طويل المدى. لو هنتكلم عن مرحله تشيا فهي مرحله بتعتبر حلقه الوصل ما بين المراحل السكنيه والمناطق الخدميه، يعني هي قريبه من الخدمات ومناسبه للايجارات واعاده البيع. طبعا في ناس معينه بتحب فكره ان هم ياجروا العقار بتاعهم او يعمل اعاده بيع، يعني يكسب على المبلغ اللي هو دفعه. المنطقه دي مميزه جدا، اسعارها دايما بتطلع بسرعه بعد التسليم، فاللي بيحب ROI عالي وبسرعه ومرتفع ياخد في منطقه او في مرحله تشيا. مرحله ألن ودي مرحله مخصصه للفئه اللي بتطلب تشطيب حديث، تصميم عصري، افكار جديده، وحدات متنوعه، مدخل خاص، قريبه برضو من الخدمات اليوميه زي السوبر ماركت والممشى والمطاعم. المرحله دي مميزه للناس اللي بتدور على الحته دي، مرحله مثاليه للي بتدور على سكن فوري قريبا. خش بقى على مرحله ريا فاليز، ودي من اسمها واضح جدا ان دي مرحله متخططه حوالين الممرات الطبيعيه واللاندسكيب، مساحات خضراء واسعه جدا، وحدات انجوي فيو كامله، هدوء استثنائي، وناس كتير بتستثمر فيها لان قيمتها بتزيد بمجرد التسليم. المرحله اللي بعدها هي الريا فيوز، ودي النسخه الاكثر طلبا من ريا فاليز، ودي تركيز عالي على الوحدات صاحبه الاطلالات المفتوحه. طبعا معظم الشقق فيها فيو لاندسكيب او ووتر فيتشرز، سعرها دايما اعلى شويه بسبب الاطلاله. طبعا لو هنخش على الريا، دي مرحله الام اللي بيطلع منها المراحل اللي جنبها. المرحله الام دي اتسمت على اسم المشروع نفسه، اقرب المراحل للمداخل الرئيسيه لسراي، حركه اسهل ومناسبه تقريبا للاشخاص اللي محتاجين موقع عملي قريب من الطريق. المراحل دي كلها تسليمات المخطط ليها، يعني تسليمات خلال ال3 سنوات اللي جايين، وده معناه ان مشروع ما فيهوش توقف، دايما شغال، مفيش خطر، مش ورق، لان سراي من ضمن الاسماء الكبيره اللي يعتمد عليها والمشروعاتها، يعني زي ما بنقول ان عملت مدينه نصر، فده يعتبر مشروع قومي. يعني ده مشروع بيتحرك وبيتسلم فعليا. طبعا المرحله الاخيره في ناس بتطلق عليه LM، في ناس بتطلق عليه ELM3، ودلوقتي احنا تعتبر في اهم نقطه ان دي المرحله الاخيره، مرحله مطروحه في سراي، مميزه برضو في 3 حاجات، لان اسعارها منافسه جدا مقارنه بمراحل سراي اللي قبلها، وتقسيط لحد 12 سنه، ودي يعني فارق كبير جدا ان انت تقسط شقه كانك بتقسطها تبع التمويل العقاري داخله في 12 سنه او لحد 12 سنه، وده مشروع خاص، فدي نقطه مميزه جدا للناس اللي بتحب التقسيط المريح اللي معتبر بدون فوائد. طبعا معظم الفوائد بتبقى متحمله على الوحده، ولكن ده خلي بالكم سعر الوحدات او الكومباوندات المجاوره في المنطقه، وده السعر التقريبي، فالناس عاملاها على 12 سنه، دي حاجه كويسه جدا. 3 وحدات متنوعه في المساحات ومختلفه وبتناسب كل الميزانيات. طبعا الاسعار الحاليه في ELM3 هو الاستوديو 36 متر مربع سعره منخفض جدا، 3,300,000 جنيه. طبعا انت بتتكلم على 12 سنه، فيعني مقدم 165,000 جنيه بس، والقسط الشهري تقريبا 5,900، دفعه سنويه 148,000 جنيه، يعني مناسب جدا لاخواتنا اللي موجودين في اللي عايشين بره، لان دي حاجه في منها استلامات فوري، في منها استلام قريب، يقدر ان هو يرجع مصر على شقه حديثه ومبنيه جديد، كومباوند جديد. خلي بالكم يا جماعه، الناس لما بتيجي تشتري الشقق او الوحدات بتاعتها في كومباوند جديد وكمان المبنى مبني جديد، فده حاجه مميزه جدا، وكمان قسط مريح، يعني تقريبا كل حاجه جديده لنج. خش بعدها على غرفه واحده او شقه غرفه واحده 48 متر، سعرها 3,600,000 جنيه، مقدم 180,000 جنيه، وقسط شهري 6,480 جنيه، دفعه سنويه طبعا 162,000 جنيه. احنا بنحاول نقول لكم كل حاجه اون ذا سبوت في الاسعار دلوقتي وقت نزول الحلقه. طبعا ممكن لو حد سال بعد نزول الحلقه بفتره الاسعار ممكن تتغير شويه، لكن حاليا دي الاسعار. شقه غرفتين 100 متر، السعر بتاعها 7,400,000 جنيه، والقسط الشهري 13,320 جنيه، ودفعه سنويه 333,000 جنيه. خش بقى على الشقه ال3 غرف محبوبه الملايين، وهي 125 متر، ودي تعتبر تناسب اسره كامله مكونه من 4 افراد، سعرها 9,100,000 جنيه، قسط شهري 16,000 جنيه 380، الدفعه السنويه 409,500 جنيه. طبعا لو هنخش على الفيلل فهنخش على نموذج اس فيلا 212 متر مربع، السعر بتاعه 17 مليون جنيه، والمقدم 850,000 جنيه، وقسط شهري 30,000 جنيه. طبعا الفيلا دي محترمه جدا، مساحه محترمه، تطلق عليها فيلا، تقدر تغير طبعا العنوان بتاعك في البطاقه تخليه فيلا رقم كذا، فيعني معاك فيلا بسعر كويس جدا بقسط مريح جدا، ودفعه سنويه كمان 765,000 جنيه. الاس فيلا بي دي مساحتها 239 متر مربع، سعرها 20,500,000 جنيه، المقدم 1,025,000 جنيه، والقسط الشهري 36,900 جنيه، الدفعه السنويه للفيلا دي 922,500 جنيه. فيلا مستقله طبعا، ومعظم الناس بتحبها برضو، هي 175 متر مربع، سعرها
15 مليون و200 الف جنيه، المقدم بتاعها 960 الف جنيه، والقسط الشهري 34560. على فكره القسط الشهري هو متقارب جدا، المقدمات هي اللي بتختلف فقط، والقسط الشهري تقريبا بيتراوح زياده 4 5000 جنيه. الدفعه السنويه للستاند الون فيلا او للفيلا مستقله 864 الف جنيه، دي دفعه سنويه بتدفع مره واحده في السنه. طيب في فيلا مستقله تانية 240 متر للناس اللي عندها اسره اكبر، ودي 240 متر سعرها 28 مليون و200 الف جنيه، المقدم مليون و410 الف، والقسط الشهري 50760 جنيه، والدفعه السنويه مليون 269 الف جنيه. طبعا بعض الاسعار تختلف حاجات بسيطه حسب الفيو واللوكيشن والمساحات والى اخره، وطبعا تقسيمات، وطبعا الوحدات نفسها موجوده في انهي مرحله. طيب ليه سراي فرصه قويه؟ اولا المشروع شغال مش لسه بيتبني، طبعا التسليم فوري، ولو حابب تسكن فورا تقدر تختار وحدات من النوع ده، يعني جوه المشروع في وحدات تقدر تسكن فورا في مراحل اخيره باسعار اقل من القيمه السوقيه المتوقعه، فدي من ضمن المميزات. يعني يقول لك مثلا استلام كمان 4 سنين بس هتلاقيه بسعر كويس، 5 سنين وهكذا. تقسيط 12 سنه بدون ضغط، وتقسيط مريح تقريبا اشبه بالتمويل العقاري. شركه بتاريخ فعلي وتسليم حقيقي، شركه ذراع مهم جدا في بناء مدينه نصر بالكامل، يعني تقريبا انت بتسكن وبتستثمر في نفس الوقت. طيب هل سراي مدينه اتبنت فعلا؟ مدينه اتبنت واتسكنت فعلا، تقدر تنزل بعربيتك تتفرج عليها، وكمان تقدر تنزل تختار الوحده اللي انت هتشتريها تتفرج عليها لو انت اخترت النوع ده من الوحدات. مرحله ELM3 انت داخل تقريبا بسعر بدايه جديد، نظام سداد مريح، كومباوند قائم بالفعل، مطور اسمه وتاريخه وضامن الاستلام، فطبعا ده جزء مهم جدا. طبعا في جزء من الارض ما زال تحت التطوير، من تقرير 2024 حوالي 58% او تحديدا 58.8% من اراضي سراي تحت التطوير، اي ان بعض المناطق او المراحل مش متسلمه لسه، وده معناه ان اللي ناوي يسكن او يستثمر لازم يتاكد من المرحله اولا هتتسلم امتى فعليا. تقريبا هنتكلم على 50% ساكن او تقريبا 42% ساكن، قرابه ال 50%، و58% لسه تحت التطوير. فترات التسليم برضو من نقط تسليم طويل لبعض الوحدات، او اللي عايز يستثمر وعايز قسط مريح ممكن يتجه لسراي. لما المشروع بيكبر واحده واحده وعدد وحداته بتكتر، انت كمان فلوسك بتزيد، لكن محتمل ان بعض العملاء يتاخروا في الاستلام او يحصل ضغط على خدمات اول لما عدد السكان يزيد مره واحده. اعتقد ان الشركه كبيره هتعرف تتعامل مع كل التحفظات بتاعه العملاء، ودي تحفظات واراء بعض العملاء، ولكن المزايا اكتر من العيوب. لو ناوي تشتري في شرق القاهره، سراي ممكن يكون اول ترشيح ليك على الليسته بتاعتك. طبعا لو عايزين حلقات جايه من المراجعه العقاريه، او عايزين تقارنوا سراي بتاج سيتي، او نعمل جوله داخل التسليمات الفعليه، احنا نقدر نعمل ده لو انتوا طلبتوا في التعليقات. اكتبوا لنا في الكومنتات تحبوا تبداوا بايه او تحبوا تقارنوا ايه، وما تنسوش ان احنا سايبين لكم ليد فورم في ديسكريبشن الفيديو لو انتوا عايزين تتواصلوا معانا او عشان تعرفوا اكتر عن المشاريع اللي احنا بنقولها في برنامج المراجعه العقاريه او في حلقات المراجعه العقاريه، وكمان بودكاست عقاري. لو عايزين تتواصلوا مع اي ضيف من الضيوف الموجودين على مدار الحلقات كلها، سيبوا بس بياناتكم في الليد فورم، وحد من الشباب هيتابعكم، وحد كمان من ضيوفنا هم اللي هيتابعوكم، وكمان فريقهم يقدر يتواصل معاكم في خلال 24 ساعه و48 ساعه بالكتير. واشوفكم في حلقه جديده وحكايه جديده من قلب المدن اللي لسه بتتبني علشان تعيش. كان معاكم يوسف رمزي في المراجعه العقاريه، شكرا جزيلا.